ازاي تتشهر على التيك توك او على اي منصة تانية وتعمل احلى واعلى فيو. انا النهارده جاي اقول لك على الطريقة اللي انا فعلا غابت عني سنين طويلة، من وقت ما نزلت المحتوى لحد النهارده. سنين انا قاعد انزل في محتوى، ومحتوى كويس ومفيد وكل حاجة، بس المشاهدات عندي مش احسن حاجة. اوقات في فيديوهات بتضرب قوي، واوقات فيديوهات او معظم الفيديوهات ما بتعديش ال 500 600 مشاهده بس كده. الجامد قوي فيهم يعمل 1000 و2000 مشاهده بس، في حين ان في فيديوهات تانية لناس تانية بتحقق مشاهدات. هم عملوا اللي انا ما عملتوش، اللي انا هقوله لكم دلوقتي، اللي هو سر ازاي ان انت تفايرل الفيديو بتاعك على تيك توك او على اي منصه تانية، اللي اكتشفته بعد وقت طويل. بصراحه الموضوع سهل جدا جدا فوق ما تتخيل. اوكي، انت لو شاب سهل قوي تتكلم في اي تفاهه، اي تفاهه، اتكلم في اي تفاهه هتلاقي المحتوى بتاعك بيتنشر. اتكلم على ناس، اغتاب ناس، قول، اعمل رياكت على ناس قلعه، ناس لابسه، ناس مش عارف ايه، اتريق، اتنمر على الناس، هتوصل بص بسرعه الصاروخ. اوكي، هي الرياكت فعلا بيعمل كده، بيجيب مشاهدات وبيجيب تفاهه. اتكلم في اي تفاهه، اي تفاهه، اي تفاهه خالص يعني، خليك تافه. اقول لك على حاجه حلوه كمان، اطلع لايف. اطلع لايف، اعمل ايه بقى؟ اكسر على نفسك بيض، حط على نفسك زيت، اعمل تحديات تافهه مع اي حد، ساعتها هتاخد مشاهدات، تاخد لايف. وفي اللايف طبعا اكيد هيحدفوا لك اسد ونمر وكلب وقطه وكل حاجه، تلاقي نفسك بتكسب حلو قوي، ومشاهداتك هتعلى طبعا للفيديوهات القديمه، وكمان عدد المتابعين بتوعك التافهين هيزيدوا. اوكي، فبالتالي هيتفايرل. تيك توك بقى او اي منصه تانية شبه الحاجات دي بيعمل ايه؟ بيشوف لو الفيديو بتاعك اتشاف كتير، الناس بتخش على صفحتك كتير، حتى لو بتخش في تفاهه مش مشكله، هو ما بيفهمش الكلام ده. اوكي، فخوارزمياته بتشتغل تقول لا الناس حابه الكلام ده، فعلا احنا حابين التفاهه. لو حضرتك بقى فتاه شابه حلوه جميله، اطلعي بقى ايه، اتمايسي، اطلعي اقلعي، اطلعي اتكلمي في تفاهه، اعملي الروتين اليومي. على فكره بيجيب جدا، افتحي لايف واعملي الروتين اليومي بقى، اللي هو انت في المطبخ بتنضفي وبتكنسي وبتنزلي تجيبي الحاجات من الارض ومش عارف ايه. الحاجات دي يا جماعه فعلا بتجيب مشاهدات عاليه جدا جدا جدا. فيعني انصحكم لو عايزين تتشافوا وعايزين المحتوى بتاعكم يوصل لاي حد او كذا حد، او يعني تفايرلوا كده، تبقوا مشهورين جدا، خليكم تافهين بجد، يعني بجد. على فكره الجد ما بينفعش في الحاجات دي، المحتوى النظيف ما بينفعش. ليه؟ لان احنا اللي بنتفرج، المشاهدين بشكل عام، عايزين يتفرجوا على تفاهه للاسف، للاسف. وحتى اللي مش عاجبه المحتوى فبيعلق عليه بالسلب حتى، ويكمل كمان لحد الاخر. يعني انا مش عاجبني مثلا واحده بتعمل اي حاجه غلط على تيك توك، فبس بتفرج لحد الاخر اشوف التناقض وبحط كومنت. اوكي، لكن تعالى بقى لو لقيت محتوى كويس نظيف حلو بيقول معلومه كويسه، لا انا مش هتفاعل معاه. ممكن اتفرج على كام شويه كده وازهق، امل. ممكن كمان ما احطش، ابخل ان انا احط كومنت. اوكي، اطلع من الفيديو قبل ما يخلص او قبل نصه حتى. تمام، كل الكلام ده بيفهم التيك توك ان المحتوى ده مش حلو، رغم ان هو محتوى محترم ومحتوى حلو. بيفهم التيك توك ان ده محتوى مش حلو، الناس مش حباه، لان فعلا المشاهد دلوقتي بقى بيحب التفاهه اكتر من اي حاجه. فيا جماعه خليكوا تافهين، خليكوا مستواكوا متدني عشان تتشافوا. اوكي، بس كده.